تنظيم المغرب لكأس أفريقيا شوه صورة كرة القدم. هذا ما صرح به رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تصريح مثير. استغل رافائيل لوزان ما حصل من أعمال تخريبية وهمجية في كأس أفريقيا الأخير لمحاولة الإساءة والإطاحة والتقليص من المغرب والظفر بمشروع تنظيم نهائي كأس العالم 2030. نعم، معلومات مهمة، كمل الفيديو للآخر باش تفهم. باختصار، تنظيم كأس العالم 2030 هو مشروع مشترك بين المغرب، إسبانيا والبرتغال. ما حصل في كأس أفريقيا الأخير من أعمال تشويهية وهمجية ساهمت في تشويه سمعة المغرب من ناحية التنظيم. هذا ما استغله رافائيل لوزان لمحاولة الضغط على الفيفا والظفر بمشروع تنظيم نهائي كأس العالم 2030. عليه النهائي مهم. باختصار، التذكرة متاع حضور النهائي هي أغلى مباراة، وبالتالي سيبقى للمغرب تنظيم مقابلتين فقط في هذا كأس العالم 2030. توا السؤال هوني: هل سينجح الاتحاد الإسباني في الظفر بنهائي كأس العالم 2030؟ وماذا سيكون رد فوزي الأقشع؟ اكتبونا في التعليقات.